الخسة والندالة واستغلال احتياجات الناس أوسخ حاجة ممكن الإنسان يتميز بيها. بطل قصتنا النهاردة راجل خسيس تحت مسمى رجل أعمال. القصة بدأت لما رجل أعمال بدأ يزور دار أيتام في الشيخ زايد في 6 أكتوبر، وكان بيجيب لهم هدايا عبارة عن موبايلات وشوية لبس، بحجة يعني إن هو بيعمل الحاجات دي عشان يتقرب لله عن طريق الأيتام دول، علشان بعد شوية يبدأ يخطط لخطته الكبيرة، وعلشان النوايا الخبيثة هتفضل خبيثة حتى لو عمل 1000 عمل خير. الخطة كانت كالآتي: الراجل اتفق مع مدير دار الأيتام إن هو يقدم طلب لمجلس الإدارة إن هو يتكفل ب4 أيتام يربيهم في بيته، والنيابة قالت في تحقيقاتها إن ده اسمه تحايل على القانون. المهم إن مجلس الإدارة وافق على إن هو ياخد 4 أيتام عنده في بيته، وبدأ الخبيث في تنفيذ خطته الخبيثة. بدأ في أذيتهم والتعدي عليهم جنسيا، وهددهم إن هم لو قالوا لحد على اللي بيحصل هيقطع عنهم المصروف وهيقطع عنهم المعيشة وهيطردهم بره في الشارع. وعلى حد قولهم إن الفلوس اللي كانوا بياخدوها منه كانوا بتساعدهم على المعيشة وعلى التعليم. وفضل على عملته ديت فترة من الزمن لحد ما واحدة من ال4 قرفت منه وزهقت وقررت تبلغ عنه، وراحت فعلا بلغت عنه علشان بسرعة رهيبة يتقبض على رجل الأعمال ومدير مركز الدار ويتحول له للتحقيق فورا. والقضية دلوقتي قدام النيابة والتحريات، وطبعا كلنا وانتم معانا هنستنى التحقيقات نشوف هتروح لغاية فين. طبعا نتمنى لو البلاغ زي ما انا حكيت لكم بالظبط، نتمنى ان الشخص ده واللي معاه ياخدوا اقصى عقوبة. انا مش قادر اتخيل ان في شخص عاقل طبيعي زينا كده يكون بيعمل حاجة تحت مسمى لله سبحانه وتعالى خير يعني، ويكون في دماغه غرض معين قذر زي ده. بقى في ناس في دنيتنا ديت فيهم كمية خبث وكمية حقد وكمية حاجات خسيسة الواحد مش عارف يقول عليهم ايه بصراحة، ولا وصلوا لكده ازاي. على العموم نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى الأيتام دول ياخدوا حقهم من الشخص الخبيث دوت في أسرع وقت ممكن، ونتمنى طبعا القضايا الخبيثة اللي شبه ديت تختفي تماما من بلدنا، ونتمنى السلامة للجميع، واشوفكم على خير. سلام.